الاولاني بيرسل لك عرضيه، غير رايه، بمرر الان لعصام فايز، محاوله للتسديد، عصام خطيره، جونيور ممكن جول. ضاعت فرصه تسجيل الهدف الاول بتضيع للفرقه البرتقاليه. شوف يا جونيور، لا يمكن ان تضيع، سدتها كانت ضعيفه في اللقطه الماضيه وبالتالي خسرها جونيور على التنفيذ. بينما هنا تسديده، سامان قدوس يجعل علي الحسني يقف مندهشا في اللقطة الماضية. السلام، حلوة، هدف جميل. النمور بدأت بالعبور، يسجل سامان قدوس هدف ولا أروع ولا أجمل، واحد من أجمل أهداف الجولة، بل ربما من أجمل أهداف البطولة. خلى علي الحسني يقف مندهشا في اللقطة الماضية. يا إلهي، تحركت الشباك ولم يتحرك علي الحسني، تحركت الشباك عن طريق لمسة ساحرة تذكرنا بالكبار، بميسي، بالكثيرين من الذين يجيدون مثل هذه الكرات. أحمد، ولدينا قدوس سامان يضع الكرة. نعم، نكحك هويتش يخسرها. أحمد أبو ناموس مع سامان قدوس. الكابوس بدأ بالتقدم من الأمام، عرضية. الله يا شهريار كان أن يضع الانهيار في اللقطة الماضية للفرقة البرتقالية، ولكن الكرة من هويتش اللي من المفروض أنه يكون صانع الكرات. سامان قدوس بيعدي وخطأ وبطاقة صفراء. لا، تحولت لحمراء. نعم، ستتحول لحمراء. قلت لك يا اسماعيل، قلت لك يا مؤمن، لابد أن تؤمن بأن عليك ضغوطات كثيرة في هذه المباراة. فوتها أحمد أبو ناموس في المرة الماضية، والآن لا يمكن. هذا خطأ واضح تماما. أنت عندك انذار، وبالتالي تحولت البطاقة الصفراء الثانية لبطاقة حمراء، تجعل الفرقة البرتقالية في ضغوطات كبيرة من خلال هذه المباراة. إذا فريق نادي كلبة بالحكمة، بالهدوء، استطاع أن يأخذ ما يريد من خلال هذه المباراة. بعد البداية التي كانت متراجعة، استطعنا إعادة الحسابات مرة أخرى. كرة عرضية خطيرة بالراس، الله يا إلهي، على رأسية حلوة جميلة، ولكنها لم تصل، لم يسجل من خلالها كلبة. وقف القائم الأيسر في خدمة أصحاب الأرض في اللقطة الماضية، ولعب دور المدافع ودور الحارس، وبالتالي فرصة رأسية حلوة من سيكو بابا في اللقطة الماضية. كانت أن تضع الكرة في المرمى، وكانت أن تجعل النمور يبدأون العبور من جديد.